السلام عليكم. لو انت اول مره بتشوف القناه يا ريت تضغطوا على زرار سبسكرايب او اشتراك، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه. انا معاكم هاله، والنهارده الفيديو بعد الكارثه بتاعه الحمام. الحمد لله ان هي خلصت على خير، نحمد ربنا ونشكر فضله. طبعا الكارثه التانية ان الشقه كلها على بعضها. عندي هنا المطبخ زي ما انتم شايفين كده، كله كوبايات وحلل ومواعين وحاجات كتير قوي، لان لما بيبقى عندك طبيعي ناس موجوده في البيت خاصه الصناعيه او العمال دايما بيشربوا شاي كتير جدا جدا جدا. فبجد ما كنتش ببقى ملحقه، غير ان الموضوع كان مرهق جدا. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده المطبخ كل حاجه مش في مكانها، هرجع الحاجات كلها اماكنها، واحط كل الحاجات اللي عايزه تتغسل هحطها عند الحوض، وهبتدي اغسل كل المواعين دي اللي موجوده، وهنزل كل الاطباق اللي في المطبقيه وهغسل المطبقيه. ويلا بينا نبتدي ونشتغل. هنا انا خلاص خلصت المطبقيه كلها، نزلت كل الاطباق اللي فيها. طب احنا مغيرين الطقم، يمكن كنا من ساعه رمضان. غيرت الطقم اللي هو كان البني وجبت الابيض ده. غسلت كل الاطباق والكوبايات اللي كانت موجوده عندي، حطيتها تنشف، ونزلت كل الحاجات اللي كانت من اطباق موجوده في المطبقيه وغسلتها كلها ونشفتها كويس جدا. وجينا طبعا المطبقيه، وانتوا عارفين ان انا بستخدم لها دايما اي صابون موجود عندي ونقطتين منه وخل. وغسلتها بصراحة، هي الحمد لله عشان ايدي فيها على طول هي نظيفة وزي الفل. شطفتها كويس قوي من الصابون، وكمان جبت فوطة ناشفة نشفت بيها كويس جدا كل المطبقية ومن بره ومن جوه، وكل الاسطح اللي فيها. رصيت الاطباق بتاعتي والكوبايات بتاعتي بعد طبعا ما كنت مجففاها كويس قوي. رجعت هنا كل حاجة مكانها بشكل كويس زي ما انتوا شايفين. الجزء بقى اللي باقي ان انا هبتدي اخش على الضرفة اللي جنبها اللي هي فيها الخلاط والادوات الكهربائية كلها. فيلا بينا نبتدي نروح نعملهم، ونشوف احنا ازاي بنعتني بالحاجات بتاعة المطبخ، الادوات الكهربائية الخاصة بالمطبخ. نيجي بقى للجزء اللي هو اللي بيبقى محتاج عناية خاصة، وهو الادوات الكهربائية بتاعة المطبخ. دي لازم تكون نظيفة جدا، لان احنا بنتعامل يعني فيها بالاكل بتاعنا. انا كل مرة بعد ما بخلص استخدامها بغسل الجهاز من جوه، يعني من الاجزاء اللي هي بتتغسل بالميه او الحاجات اللي فيها الموتور بالفرشه اللي انتوا شايفينها دي، وبعدي عليها كده تعديه خفيفه بسيطه جدا. اما في العنايه اللي هي مثلا بتبقى كل فتره بجيب الكلوروكس جل ده، وبحط نقطه في حبه ميه وبالفرشه الصغيره دي، وبعدي على الاجهزه اللي هي الجزء اللي فيه الموتور كويس جدا. بعمله بيها كويس قوي قوي، بحيث ان انا كل تفاصيلها اكون نضفتها بشكل كويس جدا. وبعد كده بجيب فوطه وانشف، وفوطه تانية مبلوله واعمل تاني، بحيث ان انا اكون قضيت على كل الموضوع، وبفوطه ناشفه وانشفها تاني. هنا انا نضفت الضرفه من جوه بميه وخل، ما فيهاش اي حاجه، رشه وعديت عليها كده. انا عشان الحاجه طول ما انت ايدك فيها مش بتبقى صعبه قوي. ونشفتها كويس جدا، وفرشت المفارش دي كنوع من انواع التغيير. معرفش كنت هتبقى حلوة او وحشة او هشيلها او هكمل عليها، بس هي طقت في دماغي وانا حطيتها زي ما انتوا شايفين. هبتدي هنا ارتب الاجهزة الكهربائية بتاعتي من حيث الاستخدام، يعني الحاجات اللي انا بستخدمها اكتر والحاجات اللي انا بستخدمها بشكل اقل. طبعا الظرف كمان عملتهم من بره كويس جدا. المفارش دي انا مش مثبتها بحاجه، انا حطاها كده بس وخلاص، يعني مش لازقاها بحاجه او حط عليها حاجه. حطاها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي دلوقتي اجيب الحاجات بتاعتي بعد ما اتصفت واتلمعت وبقت كلها زي الفل، سواء الجزء اللي فيه الموتور او الجزء اللي احنا بنستخدم فيه الاكل. وهرصها في الجزء اللي تحت ده، احط الحاجات اللي هي بستخدمها بشكل يومي، زي مثلا الخلاط والكبة. والجزء اللي فوق هو اللي هبتدي احط فيه الحاجات قليلة الاستخدام. انا هنا كده خلاص يا بنات، خلصت حطيت الحاجات كلها بتاعتي، الاجهزة كلها اللي انا بستخدمها في المطبخ في المكان ده. الاجهزة اللي هي بقى نادرة الاستخدام قوي يعني بحطها في حتة تانية خالص، بس ده اللي بستخدمه بشكل يومي او اسبوعي، او ممكن استخدمه مرة في الشهر.
زي ما انتوا شايفين كده انا عندي اهو فوق وتحت. قلت لكم فوق انا حاطه فيه كل الحاجات اللي انا بستخدمها بشكل غير يومي. هنا تحت كل الحاجات اللي انا بستخدمها تقريبا كل يوم او يوم بعد يوم، يعني ما يعني عايزاها في متناول ايدي بشكل مستمر. فانا هنا حطيت الخلاط والساندويتش ميكر، لان انا الخلاط لازم استخدمه كل يوم. الساندويتش ميكر ممكن يوم ويوم، وممكن كل يوم على حسب اللي معاه اولاد صغيرين، عارف الموضوع ده. وطبعا الكبة طول ما انتي بتشتغلي في المطبخ لا غنى عنها، لازم تستخدميها بشكل يومي. بس رصتهم بشكل يخليني ان انا ابقى قادرة ان انا احافظ عليهم. وبالنسبة للساندوتش ميكر دي اللي برضو بستخدمه وبنضفه بنفس الفرشة. وفوق حطيت الحاجات اللي انا تقريبا ما بستخدمهاش على طول، سواء المضرب او العجان. كده انا خلاص خلصت يا بنات الجزء اللي هنعمله بعد كده، واللي هو الشفاط والشباك والبوتاجاز. هنعملهم مع بعض بالتفاصيل. ممكن البوتاجاز مفيهوش تفاصيل لان هو نظيف بالنسبه لي، لكن الشباك والشفاط خليكم دي. زي ما انتوا شايفين ده الشفاط. طبعا هو مش متوسخ قوي، بس يعني ده تراب اكتر من ان هو يعني حاجه يعني اكتر من هي دهون، هو تراب. يعني هو لو مسحت كده بصوا هو التراب اكتر. باخد الجزء ده من الشفاط، وكمان الجزء اللي بيبقى فوق اللي هو البني ده، الجزء ده دول عادي انا بغسلهم على الحوض عادي خالص. وهقول لكم انا بغسلهم بايه. في بيتعمل طبعا بالدقيق، والدقيق حلو جدا وبينجز معاكي بصراحه وكويس قوي. او ممكن عادي تعمليهم عباره عن خلطه فيها جنرال وكلوروكس جل وحبه كربوناتو، بيبقى زي الفل برضو، بيدعك بيبقى زي الفل. نيجي بقى للجزء التاني اللي هو بقى الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت بدهن الشباك وعملت لكم فيديو عن ازاي تدهني الشباك ده. طبعا الجزء ده زي ما انتوا شايفين برضو السلك عندي ورا مش متوسخ قوي. الجزء ده انا بستخدم له بصراحه اللي هو ده الباور، عشان خاطر بينجزني بصراحه، ما بيتعبنيش. هو بس مشكلته في ريحته، برشها وبخرج اقعد بره شويه على بال ما الريحه تتعمل. فانا دلوقتي هرش الجزء ده، وهاخد بقيه الشفاط اغسله بره نضفه بره، وهنرجع تاني مع بعض. خلاص هنا يا بنات اهو نضفت الشفاط. شايفين من ورا اهو بقى زي الفل. وادي اللي هي الحته اللي عند الموتور في مش عارفه اوصل له قوي يعني، فما عملتوش. بس بصوا السلك الحمد لله بقى نضيف. انا كده خلصته. والبوتاجاز برضو اتعمل تمام. بقى زي الفل. البوتاجاز طبعا عشان نضيف ما استخدمت اي حاجه يعني غير هو اللي هو المسحوق بتاع المواعين ده او البريل يعني، وبودرة الليمون دي. بس هم دول اللي انا عملتهم. طبعا لو مفيش بودرة الليمون البيكنج صودا وملح الليمون والخل. لو بوتاجازك يعني حالته يعني ميديم، لو حالته صعبة شوية حط عليهم حبة كلور وسيبيه مثلا ادعكيه كده مع بعضه تمام. يعني حطي الخلطة دي كلها مع بعضها ودعكيه، وبعدين ارجعي بقى رشي عليه خل تاني ودعكيه دعكه وسيبيه مثلا ربع ساعه او نص ساعه، وبعدين ارجعي له. بالنسبه للعيون اسهل طريقه لتنظيف العيون ان انت تحطيهم كلهم في كيس هما والحوامل، وترشي عليهم نشادر وتسيبيهم في البلكونه من الصبح لحد مثلا ساعتين 3 4، وتطلعيهم اغسليهم هيبقوا زي الفل. فاحنا كده خلصنا الشباك والشفاط والبوتاجاز. هتبقى عندنا بقى الجزء ده كده هعمله دلوقتي معاكم.